دي هتكون فقرة لطيفة من معلومات أنا بحث عنها ومجمعاها. أحب أبدأ بالكرة الأرضية، وبداية أول حاجة فيها عمر الكرة. في البداية كده لو حد يعرف عمر الأرض ويقول عرف منين أو السبب، وهل في نظرية معينة هو مؤمن بيها أو منحاز ليها أكتر. العلم خد وقت طويل قوي علشان يوصل للأعداد العمرية للعالم. يعني عندنا تقويم المايا قال إنه بيشمل دورات من 63 ألف سنة. التقليد الهندوسي قال إنها دورة كوزمولوجية مع فترات متداخلة بدون ملايين السنين. يوم الواحد من براهام 4,230,000,000، وده كان قريب بشكل غريب من عمر الأرض. وغيرهم من بداية علم الكونيات اللي بدأت عشان يعرفوا عن الكون نفسه مش عمر الأرض بس. بدأ إدارة سومرية بابلية ووصلت للديانات يهودية ومسيحية. وعندنا أكتر من نظرية وافتراضات، ومنها من الأبعد The Book of Genesis للأسقف الأيرلندي جيمس آشر، كان في أوائل القرن السبعتاشر. كل النصوص القديمة كان فيها تواريخ مختلفة خالص عن بعض، وهو توصل منهم إن العالم بدأ الساعة 6 يوم السبت 22 أكتوبر 4004 قبل الميلاد بتمام الميعاد. لوي لكلير عالم طبيعي فرنسي، وكان بالطريقة العلمية هو أول واحد حسب عمر الأرض. قال إنها بدأت ككرة من الصخور المنصهرة، وبردت بسرعة بقت بدرجة حرارتها اللي احنا فيها دلوقتي، وقعد 60 سنة بقيس معدلات التبريد. جيمس هوتون ده كان جيولوجي اسكتلندي. ده قال إن الصخور المنصهرة اللي كانت في قشرة الأرض الداخلية اللي كونت لنا بعد كده صخور نارية زي الجرانيت والبازلت هي اللي بتحدد لنا عمر الأرض، وإن بعد كده المواد بتتآكل فبتعمل طبقات رسوبية وبتنزل في المحيط وبتبدأ إنها تدخل تاني في القشرة، وهكذا بتفضل دورة لا نهاية. يونيفورميتاريانزم أو اللي هي فكرة التوحيد، دي نفس القوة اللي بتشتغل في العالم بس بشكل بطيء، اللي معناها ان الارض قديمة قوي بشكل احنا منفعش حتى نتصور. وده اللي موجود في كتاب The Theory of the Earth جيمس هوتون في مفهوم الديب تايم. نيجي عند الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، تابع للديب تايم والديب سبيس بفكرة إسلاند يونيفرسيتي، إن الخلق أخد وقت، اتكون بمجرة بعد كده ضرب التبانة واللي اتسمت عوالم. وهو أول حد تكهن إن في مجرة بعيدة عن ضرب التبانة، جاليليو دي جاليلي ونيكولاس كوبرنيكوس الرياضي وعالم الفلك. هما الاتنين كان عندهم نفس الفكرة دي، إن كوكب الأرض هو الوحيد اللي موجود في النظام الشمسي. برضه من فكرة التوحيد إن الأرض فكرتها مش فكرة مميزة، إنها بتعمل بأي شكل أي حاجة تانية في العالم كله بيعمل. تشارلز جيولوجي اسكتلندي طور بقى فكرة التوحيد دي، واتكلم عن بداية الأرض بدون مواعيد معينة في Principles of Geology. إن هو قال إن الجيولوجيا ممكن نرسمها ونشوفها، وإن الكون ممكن يكون أكبر بكتير من إن إحنا ممكن نتخيل. إن الجيولوجي تشارلز أفكاره أثرت على أشخاص. تشارلز داروين عالم إنجليزي للطبيعة والأحياء والجيولوجيا. بالتطور والأفكار اللي جابها تشارلز وصل لآلية Natural Selection، بمعنى إيه؟ إن بيعرف عمر الأرض من الطبيعة ال Origin of Species، من المعلومات الطباشيرية، يعني ربط سجل الحفريات بالوقت الجيولوجي. فتحولت الجيولوجيا لفيزياء. ماري كوري عالمة بولندية فيزيائية وكيميائية اكتشفت الراديو اكتيفيتي اللي هو النشاط الإشعاعي داخل الذرة عشان تعرف الفترات الزمنية. إرنست روثرفورد فيزيائي نيوزيلندي مسمينه أب الفيزياء النووية، اكتشف عناصر بتحلل الطاقة من التحلل الإشعاعي بمعدل بيتناقص، وإن العناصر دي في منها هيسرب الطاقة بس بشكل بطيء جدا عشرات ملايين السنين. من الباسيف كولينج أو اللي هو التبريد السلبي بيثبت الأرض أقدم بكتير من اللي بوفون قاله، لأن الاضمحلال الإشعاعي هو المسؤول عن إنه يحافظ على الحرارة. الإشعاع عرفنا المقاطع العمرية للأرض، إن النواة الذرية بتتحول لنواة أفق، إنها بتنقسم أو طرد الجسيمات. يعني معدل الانحلال ده إيه؟ نص العمر هو الوقت اللي بتاخده النواة المشعة فرصة 50% إنها تتحلل، وهو الوقت اللي بتاخده عدد كبير من النواة النشطة إشعاعيا علشان تتحلل. يعني لو عرفت القدر اللي بتبدأ بيه فأنت تعرف الوقت اللي بياخده علشان عنصر نشط يبدأ يتفكك، وده ما ينفعش بشكل مباشر. عشان كده بيستعملوا التأريخ بالكربون، يعني بيحللوا الكربون 14 اللي هو نسخة للكربون اللي فيه 8 نيوترونات، وهو نشط ما عدا النشاط وبيتحلل مع عمر النصف. وزي ما السؤال الأول إن الكربون 12 و13 أكتر استقرار موجودين أكتر. طب إشمعنى كربون 14؟ عشان لما الأشعة الكونية بتضرب النيتروجين الموجود في الغلاف الجوي هو بيقل من على سطح الأرض، فبيحصل تكاثر مناسب ليه،
مع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وبيجي بقى وبنلاقيه في الكائن الحي عن طريق التمثيل الضوئي. لكن لما النبات ده يموت بيبدأ هو ينخفض، فبنعرف عمر المواد الحية واللي منها كربون 12 وكربون 13 إن إحنا بنقارن ما بينهم وبين كربون 14. لكن ده مش لكل الأعمار، يعني بياخد 50,000 سنة مثلا بس. طب إيه أكتر حاجة دقيقة لعمر الأرض؟ تاريخ رصاص اليورانيوم. ليه بقى؟ لأن بيتحلل في وقت أكبر، ملايين مليارات السنين. يعني زي فكرة الكربون اللي قلناها دي بقى يورانيوم 235 و238، نسبة تحلله لنظائر من الرصاص. يعني احنا بنعرف مقدار اليورانيوم اللي نبدأ بيه من ان احنا نشوف نسبة اليورانيوم للرصاص، بس ده لو مفيش رصاص اصلا في البيئة اللي احنا بدأنا فيها. بعدين ايه، في بلورات وفي زي الزيركون عشان يكون هيكل بلوري بيجمع ذرات اليورانيوم فيه، وفي نفس الوقت ده بيبعد كل الرصاص. فكل الرصاص اللي هيكون جوه البلورة ده من اضمحلال اليورانيوم. تاني من ان احنا نشوف نسبة كل نوع من اليورانيوم بالنسبة لنظيره من الرصاص، وده بيدينا عمرين مستقلين واللي هيبقوا زي بعض لو البلورة ما خدتش رصاص جواها. لكن اللي بيبقى بين النسبتين بيبقى الكوكورديا دايجرام بفترات نص العمر المختلفة لكل نظير من نظائر اليورانيوم. بتبين ان تقنية القياس الإشعاعي دي مفيدة، من الحاجات اللي هنحسب فيها بالميات لحاجات المليارات. وآخر عالم هتكلم عنه الجيولوجي الإنجليزي آرثر هولمز، قال إن الأرض بين 1.6 ل3 مليار سنة، وبرضه بناء على التاريخ الإشعاعي. كتير بيعتقدوا إن القمر اتشكل في نفس الوقت اللي اتشكلت فيه الأرض، وهما الاتنين بدأوا من انصدام كتلة عملاقة في النظام الشمسي. دلوقتي القمر غير نشط تكوينيا، فالصخور اللي موجودة عليه دي من أول ما اتشكل. وبعثات أبولو جت بنماذج قمرية بيرجع تاريخها ل4.5 مليار سنة، واللي بيتماشى مع قياسنا لعمر النظام الشمسي 4.6 مليار سنة، وهو نفس العدد من تاريخ النيازك في النظام الشمسي، وبرضه من حساباتنا لعمر الشمس. ويرجع إن الإجابة على عمر الأرض إنه 4.5 مليار سنة. والله أعلم. بس كده، والأجزاء الجاية هتكلم عن باقي معلومات عن الكرة الأرضية زي موقعها. واللي عنده أي سؤال أو استفسار أو حابب إن هو يتكلم على حاجة بشكل أوسع يسألني وأنا هرد عليه.